يعني انتوا للدرجه دي بقيتوا مهزقين ورخاص وما تربيتوش؟ زعلانين عشان بقول لبنت بعد اذنك بعد اذنك من فضلك اتفضلي اخرجي بره، نحن لا نقبل الاهانه ولا نقبل التجاوز؟ ده اللي مزعلكم؟ وما زعلكوش ابدا ان بنت في ثالثه ثانوي بتقول لمدرسها والتيم اللي بيعلمها وبيديها درس ويعني بيربيها يفضل يعني انها بتقول له ايه القرف ده؟ للدرجه دي قلبتوا المقاييس وخليتوا الباطل هو اللي يبقى حق؟ بتقولوا انت بتصورها ليه؟ اولا الفيديو ولا ظاهر فيه وش البنت ولا اسمها ولا اي كلام عنها خالص. ثانيا انا ما كنتش بصورها اصلا، دي محاضره متصوره عشان طلبه الاونلاين يعني بكاميرا ثابته، ما كانش في حد واقف بيصور. الموضوع كله كان مجرد صدفه بحته. الفيديو مش متشخصن مع البنت، الفيديو هو بيرسخ مبدا احترام متبادل ما بين مدرس وطلابه، واللي بينهم كل احترام، مش بينهم بقى اصله بيدفع فلوس فلازم بقى يتعلم بفلوسه ويشتم ونسيبه عادي جدا. المفروض ان اي طالب من الجيل الجديد سنه ما بين ال 14 وال 20 سنه يشوف الفيديو ده يتعلم انه ممنوع انه يتجاوز او اي مدرس يتهاون في حقه. والمفروض برضه ان اي ولي امر يشوف الفيديو ده يعلم ابنه انه ما ينفعش يتجاوز مع مدرسه عشان بينهم احترام متبادل. لكن نقول ايه، المجتمع عايز يكسر المبادئ والاخلاق والاسس. اتعلموا يا جماعه واقراوا عن نظريه المورال ديسنجيجمنت اللي عملها البرت باندور، ودي بتتكلم عن نظريه التفكيك الاخلاقي او الديسريسبكت ثيوري، اللي هي اصلا مبداها الاساسي هو تبرير اي سلوك سيء احنا بنعمله. علموا الجيل الجديد اللي طالع يعني احترام، على الاقل يحترم بعضه في المجتمع. مبرركم الوحيد لغلطها انها بتدفع فلوس يا رخاص. مين راجل عنده ذره كرامه يقبل بده؟ لو انت اب وخارج مع بنتك في مطعم وبتجيب لها ساندوتش او اي حاجه وقالت لك ايه القرف ده، لو عندك ذره كرامه واحده بس هتديها قلم تظبط لها وشها. خليكم انتوا ماشيين كده ورا خدعه التربيه الايجابيه ونقلب المعايير بتاعه الاخلاق خالص عشان اصل دي تربيه ايجابيه وما ينفعش واخدها على جنب. انا ما اتشتمتش على جنب عشان اخدها على جنب حضرتك. عموما انا مش مستغرب من كل اللي بيبرروا الغلط، معذورين. اكيد اتربيتوا على الاهانه والكسر والخضوع، اكيد ما عندكوش كرامه. نقول ايه بس، عالم مرضى بلا كرامه.